السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم خاصة بطلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. هشرح مادة اللغة العربية المنهج الجديد الترم الثاني. هناخد الموضوع الثاني بعنوان المشروعات الصغيرة. نص الاستماع: فكر صغير مشروع كبير. قبل ما نبدأ الشرح يا ريت ما تنساش دعم القناة باللايك، وكمان الاشتراك في القناة من خلال العلامة الحمراء أسفل الفيديو، وتفعيل زر الجرس على الكل علشان توصل لكم كل الأخبار والإشعارات الجديدة. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. فكر صغير مشروع كبير. اليوم سننقل لحضراتكم فعاليات اليوم الأخير من مسابقة أفضل مشروع صغير لهذا العام، ونحن في انتظار إعلان النتيجة. وفي أجواء مشحونة بالتوتر، دعنا نسأل أحد أعضاء لجنة التحكيم عن رأيه في المشروعات المقدمة، وبخاصة أنه يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة أمام طاقات النور المتفجرة هذه. أستاذ يوسف، ما رأيك في المشروعات المقدمة، وعلى أي أساس يتم الاختيار؟ ما أراه اليوم هو المستقبل، والشباب هم عماد المستقبل، فالمشروعات المقدمة كلها مشروعات هائلة، بالفعل طاقات نور منبعثة. الاختيار يتم على أساس المنفعة الخاصة والعامة، وكيف سيقدم هذا المشروع منفعة للشخص خاصة وللمجتمع عامة. شكرا أستاذ يوسف، يبدو أنه حان وقت إعلان الفائز. هنوضح مع بعض هذا الجزء من الدرس. اليوم بينقلوا عن طريق التلفزيون فعاليات اليوم الأخير من مسابقة اسمها أفضل مشروع صغير لهذا العام، وقاعدين مستنيين النتيجة كلهم متوترين. فراح المذيع يسأل أحد أعضاء لجنة التحكيم اللي هم هيقولوا النتيجة. هيسألوا عن إيه؟ هيسألوا عن رأيه في المشروعات اللي اتقدمت في المشروع. المهم الأستاذ اسمه أستاذ يوسف، فبيسألوا المذيع بيقول له إيه رأيك في المشروعات المقدمة يا أستاذ يوسف، وعلى أي أساس اخترتم أفضل مشروع؟ فرد عليه الأستاذ يوسف اللي هو الراجل اللي معاه، قال له ما أراه اليوم هو المستقبل. وقال له كمان إن الشباب هم عماد مين؟ المستقبل، والشباب هو اللي بيقوم بكل المشروعات الهائلة دي، لأن هم عندهم طاقة نور. واختيارنا للمشروع الكويس مبني على أساس المنفعة الخاصة والمنفعة كمان العامة. فالمنفعة دي هتخص الشخص صاحب المشروع وتخص المجتمع اللي عايشين فيه. فالمذيع شكر أستاذ يوسف وقال له يبدو أنه حان وقت إعلان الفائز. بالفعل تم الإعلان عن الفائز بالجائزة، وهي الأستاذة سارة، زي ما احنا شايفينها في الصورة. الأستاذة سارة صاحبة مشروع صناعة لب الورق من قش الأرز. أهلا وسهلا أستاذة سارة. عملوا معها حوار. صفي لي شعورك الآن. المذيع بيقول لها اوصفي لي شعورك دلوقتي. فالأستاذة سارة ردت عليه وقالت له أشعر بفرحة عارمة لا أستطيع وصفها. أما ردد عليها المذيع وقال لها اشرحي لي فكرة مشروعك وكيف أتت إليك هذه الفكرة. ردت الأستاذة سارة وقالت لاحظت من خلال دراستي أن ظاهرة حرق قش الأرز من الظواهر الضارة جدا بالبيئة، لأن هي بتلوث الهواء
وكذلك هي لدى الفلاحين تسبب لهم مشكلة في التخلص منها. فقررت أن أستخدم هذا المنتج في صناعة الورق أو لب الورق، ونظرا لأن حاجة مصر من الورق أكبر من إنتاجها له، فقد لاقى مشروعي ترحيبا ودعما كبيرين. يبقى الأستاذة سارة مشروع بتاعها بيتكلم عن قش الرز، كان الفلاحين بيحرقوه فكان بيلوث الهواء، فقالت طب ليه نحرقه، ما أنا أخده وأصنع منه الورق أو لب الورق. هل ساعدك أحد على إتمام الفكرة؟ بيسألها بيقول لك حد ساعدك عشان تتممي الفكرة؟ قالت له نعم، أصدقائي وأسرتي وبعض المعلمين الذين كانوا لي خير عون، وكذلك الاهتمام الملحوظ للدولة بالمشروعات الصغيرة من بداية التفكير في المشروع، حيث إن الدولة أصدرت منصة لهذه المشروعات تساعدك على التفكير في دراسة جدوى المشروع، كما أن تخصيص 40% من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. هذه الميزة تمكنك من توريد إنتاجك للمشروعات الحكومية فتضمن تسويقها على أكمل وجه. يبقى اللي ساعد الأستاذة سارة الأسرة وأصدقائها والمعلمين بتوعها، وكمان عرفت إن الدولة بتهتم بالمشروعات الصغيرة، والدولة كمان أصدرت منصة للمشروعات وخصصت 40% من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات. أعرف أنه من المؤكد أنك واجهت معوقات كثيرة، اذكري لي أحدها. ردت الأستاذة سارة وقالت له في بداية أي أمر لابد من وجود صعوبات، لكن عليك أن تصمت وتصبر ما دمت تؤمن بفكرتك. فقد واجهت في البداية رفضا لفكرتي وعدم الشعور بأهميتها وأثرها على المجتمع. يبقى في الأول رفضوا الفكرة بتاعتها ورفضوا إن هي ما بتأثرش على المجتمع. المذيع قال لها وكيف تغلبتي عليها؟ قالت له لم أيأس، بل بالعكس بدأت بالإعلان والترويج لمشروعي في العديد من الصفحات الإلكترونية، وشيئا فشيئا بدأ الكثير يسأل ويتحمس للفكرة. وبعد أن كنت أعمل بمفردي أصبح الآن في مصنعي العديد من العمال، وسنعمل وسنجتهد حتى نستطيع التصدير للخارج. المذيع بيقول لها بما تنصحين الشباب المقبلين على هذه الفكرة؟ ردت الأستاذة سارة وقالت أنصحه بأن يختار العمل التجاري المناسب له بشرط أن يكون جاذبا للسوق، ثم يبحث عن جهة تدعمه، وقد تكون هذه الجهة أحد الأصدقاء أو الأقرباء وممن يؤمنون بفكره ويثق هو بهم. ثم عليه بعد ذلك أن يضع الاستراتيجيات والخطة الجيدة قبل البدء في مشروعه، وكذلك دراسة الجدوى قبله. والأهم هو أن يستعين بذوي الخبرة أو المختصين، ولا تعني الاستعانة بالخبراء هنا أنه سينفق الكثير من الأموال مقابل المعلومات التي سيوفرونها له، إذ إن هناك العديد من المؤسسات والشركات الغير الربحية تقدم خدماتها نظير مبالغ زهيدة. يبقى هي بتنصح الشباب إنه يختار عمل تجاري ويختار عن حد يدعمه. الجهة دي ممكن تكون أصدقائه وأقاربه، وكمان لازم يضع استراتيجية وخطة عشان يبدأ مشروعه، ويدرس دراسة الجدوى قبليها، ويستعين بالناس اللي عندهم خبرة والمختصين، لأن هم اللي هيوفروا له كثير من الأموال ويوفروا له كثير من الوقت. وقالت له كمان إن في مؤسسات وشركات غير الربحية تقدم خدماتها نظير مبالغ زهيدة. آخر جزء في الدرس بيسألها أستاذة سارة: سعدت جدا بلقائك وأتمنى لك التوفيق والنجاح في مشروعك هذا. قالت له شكرا لك، ولكن لدي شيء آخر أود قوله، هو أن الشركات والمحال الضخمة المعروفة لدينا اليوم قد بدأت برأس مال صغير، إلا أن ما يميزها هو العمل بجد وصبر وذكاء وتطوير مشروعاتها حتى صارت مشروعات ضخمة تحقق الكثير من النجاح والأرباح. رد عليها وقال لها مرة أخرى: شكرا لك أستاذ سارة، نتمنى لشبابنا مزيدا من النجاح والتميز لرفعة وطننا. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله.
تعالوا بينا ناخد مع بعض الأنشطة والتدريبات. اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. فازت سارة في مسابقة أفضل دراسة جدوى ولا مصنع ورق ولا مشروع صغير ولا منصة إلكترونية؟ هنختار مشروع صغير. 2. صنعت سارة الورق من قش الأرز ولا حبوب القمح ولا فروع الشجر ولا نبات البرد؟ هنختار قش الأرز. 3. تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة يوفر لها العمالة ولا التسويق ولا المنتجات ولا الفكر؟ هنختار التسويق. 4. نجح مشروع سارة لأنها لم تجد الدعم، تواجه صعوبات، تؤمن بفكرتها، لم تيأس. هنختار لم تيأس. نشاط رقم باء، ضع علامة صح وعلامة خطأ. الفائز في المسابقة يتم اختياره على أساس المنفعة الخاصة والعامة لمشروعه. العبارة صحيحة. للشباب دور أساسي في نمو الاقتصاد. العبارة صحيحة. نجحت سارة من دون دعم المحيطين بها. العبارة خاطئة. هو دعمها مين؟ أصدقائها وأقاربها، أسرتها والمعلمين بتوعها. تدعم الدولة المشروعات الصغيرة. العبارة صحيحة. نواجه العقبات بالمثابرة والصمود. العبارة صحيحة. نشاط رقم ج، صحح الخطأ الذي تحته خط في كل جملة كالمثال. لاحظت سارة أن حرق قش الأرز مفيد للبيئة. هنشيل كلمة مفيد ونكتب ضار للبيئة. مصر من الدول المصدرة للورق. هنشيل الدول المصدرة ونكتب الدول المستوردة. أصدرت الحكومة كتيبا للمساعدة في إعداد دراسة الجدوى. هنشيل كتيبا ونكتب منصة للمساعدة في إعداد دراسة الجدوى. بعد البدء في المشروع نعد له دراسة الجدوى. هنشيل بعد البدء ونكتب قبل البدء. معظم الشركات الضخمة بدأت برأس مال كبير. هنشيل رأس مال كبير ونكتب رأس مال صغير. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. نشاط رقم د، ضع علامة صح أمام الفكر المناسبة لبدء مشروع صغير. ضع علامة صح أمام الفكر المناسبة لبدء مشروع صغير. تصميم وخياطة الملابس ده مشروع صغير، نضع علامة صح. إنشاء مصنع للحديد والصلب ده مشروع كبير، لا نضع علامة صح. تحضير طعام منزلي وبيعه عبر الإنترنت ده مشروع صغير، نضع علامة صح. تصنيع العطور في المنزل ده مشروع صغير، نضع علامة صح. مزرعة رياح لإنتاج الكهرباء ده مشروع ضخم، لا نضع علامة صح. صناعة أواني فخارية من الطمي ده مشروع صغير، نضع علامة صح. نشاط رقم ه، ضع علامة صح تحت ما تراه ضروريا لنجاح مشروعك الصغير. فكرة مميزة؟ نضع علامة صح. إعداد وتخطيط؟ أيوة نحتاجه، نضع علامة صح. فريق غير متعاون؟ لا طبعا، لأن لازم يكون الفريق متعاون. دعم المحيطين؟ نحتاج دعم أسرتنا وأصدقائنا وكل اللي ناس اللي لهم خبرة. رأس مال ضخم؟ لا، المشروعات الصغيرة مش محتاجة رأس مال ضخم. تسويق جيد؟ نحتاج تسويق جيد. نشاط رقم واو، رتب خطوات المشروع الصغير كما فهمت من القصة. على الشاشة دلوقتي خطوات المشروع موجودة بس مش مترتبة، عليكم أن ترتبوها. أنا بقى هقول لكم على الخطوات مترتبة.
1. إيجاد فكرة جاذبة للسوق. 2. إعداد دراسة جدوى للمشروع. 3. البحث عن جهة داعمة موثوق بها. 4. الترويج للمشروع عبر الصفحات الإلكترونية. 5. التطوير حتى يصبح المشروع عملاقا، مع الاستعانة بذوي الخبرة والمختصين في كل خطوات المشروع. نشاط رقم ازاي حدد نوع المنافع التي قدمها مشروع سارة، سواء خاصة أو عامة كما بالمثال. 1. توفير الورق وتقليل استيراده، هنكتب عامة. امتلاك مصنع يحقق دخلا جيدا، يبقى دي خاصة. تكوين شخصية قوية ومثابرة، هنكتب خاصة. الحد من تلوث الهواء، هنكتب عامة. تنمية القطاع الصناعي، هنكتب عامة. تنمية مهارات التخطيط، هنكتب خاصة. الفوز بجائزة أفضل مشروع صغير، نكتب خاصة. آخر حاجة توفير فرص عمل للشباب، هنكتب عامة. نشاط رقم حاء أكمل مخطط دراسة الجدوى التي أعدتها سارة لمشروعها. مشروع صناعة الورق من قش الأرز. فكرة المشروع، هنكتب تحويل قش الأرز إلى ورق لحماية البيئة من التلوث وتحقيق الربح. عند جهات الدعم، من اللي بيدعمك؟ الأصدقاء، الأسرة، بعض المعلمين، الدولة. بعد كده العملاء المستهدفون، عندك دور النشر، المطابع، مصانع التعبئة، التغليف، مصانع المناديل الورقية. التسويق، هنستخدم الإعلان والترويج للمشروع في العديد من الصفحات الإلكترونية. الربح، التكلفة 5000 والعائد 9000، يبقى الربح هنطرح التكلفة ناقص العائد يديلك 4000. النشاط رقم ياء والأخير التصرف، هتختار التصرف الصحيح في كل موقف من المواقف الآتية. تريد أن تبدأ مشروعك الخاص، هنختار أبدأ مشروعا صغيرا برأس مال بسيط. رقم 2 واجهت في بداية المشروع رفضا لفكرتك وعدم الشعور بأهميتها، هنختار ان انت لازم تصمد متمسكا بفكرتك وأحاول الترويج لها. رقم 3 احتجت إلى استشارة ذوي الخبرة والمختصين، هنختار ألجأ إلى خبراء المؤسسات غير الربحية. رقم 4 بعد نجاح مشروعك، هنختار أعمل على تطويره ليحقق المزيد من النجاح والأرباح. وبكده أكون نهيت معاكم الدرس، أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا 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 لا